في يوم من الايام كنت صغير حوالي 11 12 سنه كده. كان كل حبي وانتمائي وتعصبي لنادي كره قدم الماني اسمه بايرن ميونخ. انا مش بس كنت بحبه، لا ده انا كنت متعلق باللعيبه اللي موجوده فيه، بلعيبه الجيل القديم اللي كانت بتلعب اياميها. وكان في جناح في بايرن ميونخ اسمه اريان روبن. اريان روبن ده كان لعيب كتير الاصابات، فاللعيب ده بالذات لو كان حصلت له اصابه او كده كنت بخش في نوبه اكتئاب ومبقاش طايق حد تبقى الدنيا سواد السواد يعني. ويا بقى لو الفريق ده كان خسر ماتش ولا بطوله مهمه، مش عايز اقول لكم. الهوس وصل معايا ان انا كنت بروح السايبر، الساعه ساعتها كانت بجنيه، واروح على الويب سايتات بتاعه الجرايد الرياضيه الالمانيه واخد الكلام والاخبار اللي هم منزلينه واقعد اترجمه علشان اعرف اخبار الفريق قبل اي حد في مصر او في الشرق الاوسط عموما يعني. وانا كمان من وانا صغير كنت بحب الكوره، وكنت بلعب كوره اصلا ومتسجل في نادي، وكان مركزي حارس مرمى، وكنت عيل صغير قد كده اهو، وكنت بقف في الجون اللي كان عرضه 7 متر و30 سم ده. فكان بقى مثلي الاعلى واللي نفسي وابقى يعني هموت وابقى ربعه، يعني ابقى حته منه، كان مانويل نوير اللي هو حارس بايرن ميونخ ومنتخب المانيا. مانويل نوير ده احسن حارس في التاريخ. زمان من 10 سنين اليوتيوب ما كانش فيه ملخصات ولقطات زي اللي احنا شايفينها دلوقتي. اليوتيوب ده كان مهجور جدا والمحتوى بتاعه كان محدود قوي. فانا علشان اشوف بس مانويل نوير بيلعب ولا هو بيأدي في الماتش كنت لازم استنى اي ماتش يعني بايرن ميونخ او منتخب المانيا بيلعبوا فيه علشان اتابع بس التكنيك بتاع نوير، ازاي بينط على الكوره، ازاي بيعمل تراي، ازاي بيطلع يصد الانفرادات، ازاي بيطلع لنص الملعب. يعني نوير ده كان بالنسبه لنا كان طفره، كان بالنسبه للعالم كله طفره يعني. ولما كبرت ومع مرور السنين اكتشفت ان الكيان اللي انا مضيع عليه سنيني واعصابي وكنت ممكن اخسر حد علشان بس بيشجع الفريق المنافس ليه، الكيان ده ما يعرفش ان انا عايش من الاساس. قد ايه انا كنت شخص مغيب، وكان عندي حالة من الانتماء الزائف ان انا بنتمي لكيان، انتماء للعيبة بتقبض ملايين اسبوعيا، لنادي اجنبي ادارته وجمهوره الحقيقيين مش متقبليني كمصري شرق اوسطي اصلا، مش شبهي، هم اصلا شايفيني اقل من جمهورهم الاصلي او الحقيقي. عاداتهم، تقاليدهم، حتى معتقداتهم كلها مختلفة عني. على سبيل المثال منتخب المانيا اللي كان بيدعم البسكليتات في كاس العالم، عادي، هو بالنسبة لهم ده شيء طبيعي، بالنسبة لنا لا. فأدركت وقتها ان لا، انا لازم افوق، انا لازم اوجه جهودي وحبي وانتمائي لنفسي، لازم احب نفسي، لازم اطور منها، لازم انتمي واحب للناس اللي حاسين بوجودي، اللي انا مؤثر في حياتهم هم مؤثرين في حياتي، الناس اللي انا ممكن اضحي عشانهم علشان هم يعيشوا حياة افضل وعلشان هم يكونوا مبسوطين. والكلام مش على بايرن ميونخ او برشلونة او ريال مدريد او كده، لا ده الكلام برضو على الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك دول يا ابني مش عارفين ان انت عايش، مش حاسبينك اصلا، ولا هيعوضك عن صاحب انت خسرته بسبب اختلاف وجهة نظره الكروية، ولا عن حرق الدم وتكاليف كانت في سبيل الفرقة دي. اصحى، محدش مهتم ليك ولا لأمرك، محدش هيجي ينقذك، وانتمائك الزائف لكل الكيانات الوهمية اللي انت بانيها في دماغك دي مش هتنفعك بأي حاجة. كل دي كيانات ترفيهية، وكل دول اللعيبة دول ترفيهيين، ما هماش قدوة، ما انت ما بتنتميش ليهم، هم بيقبضوا ملايين، انت لسه حالتك لازم تطور من نفسك. فبالتالي اخرك لما تتفرج على الماتشات حب النادي، يعني انت حبه لانه بيسليك، لان انت لما بتتفرج على الماتش بتستمتع، مش بتتعذب، مش بتحرق في نفسك. ولا اللعيبة اللي انت مثلا ممكن تولع الدنيا علشانهم وهو ذات نفسه شخصيا ما يستعناش ان هو يقف نص دقيقة علشان يتصور معاك، ولا هيطلع لك فلوس من جيبه ويديك. ففوق لنفسك يا حبيب جدك. وكان معكم حراس كابتن مسلم، ويلا اقعدوا بالعافية.